يا رضا، فينك يا راجل؟ وحشتني والله وانت كمان وحشتني يا باشا. لا كده تقلقني عليك، يعني ما اشوفكش يومين ثلاثه. يعني شويه مشاغل كده يا باشا. مشاغل ايه دي يا راجل اللي تشغلك عن حبايبك؟ ده احنا بقينا اهل خلاص يا رضا. ده لسه الصول محمد بيقول لي هو رضا مش ناوي يجي يا باشا ولا ايه؟ حبيبي الصول محمد، انا عندي اقتراح. ايه رايك تعمل لنا كليب صغير كده في باكوره مصايبك عشان لما توحشنا نتفرج عليه؟ مش للدرجه دي يا باشا، ما تكبرش الموضوع. لا ازاي؟ ده انا بقيت اشوفك اكتر من عيالي يا رضا. يعني هو بمزاجي يا باشا؟ امال بمزاج مين يا رضا؟ انا عايز اعرف هو بمزاج مين. كنت بتعمل ايه في بيت اللواء شامل؟ حضرتك قبل ما تتكلم، انت عارف مين اللواء شامل يا رضا؟ اللواء شامل ده يبقى القائد بتاعي. خدني من ايدي كده من اول ما اتخرجت لحد ما بقيت ضابط كبير زي ما انت شايفني كده. كنت بتنيل ايه في بيت اللواء شامل يا رضا؟ يا باشا انا كنت رايح عشان اطمن على مراتي، اصل هي يعني كانت تعبانه شويه، وبعدين ما حضرتك عارفها يعني مش غريبه عليك، وهي شغاله عند الهانم بقالها شويه. مظبوط يا باشا، هي بتشتغل عند الهانم بقالها كام يوم يعني. مظبوط يا باشا. انا مش قايل لك عاوز اي حد يجي يشتغل عند اللواء شامل تجيب لي صوره بطاقته عشان اتحرى عنه؟ وانا لحقت يا باشا، دي ما كملتش اسبوع، وبعدين يعني انا ما بصدق الاقي حد يوافق انه يشتغل عند الهانم، بس سيادتك خابر. عويس ايه؟ اخرس خالص. واللي عايز يشوف مراته يا رضا يتسحب في نصاص الليالي. يا باشا انا يا ما باشا كنتش... انت عارف يا باشا طبع الهانم صعب جدا، وعمرها ما كانت هتوافق ان رضا يجي يزورني اي وقت، لا الصبح ولا بالليل. يقوم متسحب زي الحراميه. في دي يا باشا انت عندك حق، ووعد مني مش هتتكرر تاني، لا الصبح ولا بالليل، والمصحف هتتكرر تاني. مصدقك. عارفه ليه؟ هما لسه ما غيروش لحضرتك الكرسي؟ اقسم بالله يا رضا لو مرات اللواء شامل جابت سيرتك، بس سيرتك، ما هخليك تشوف الشارع تاني. وهي سهله، انت اصلا كل يومين عندي. خلاص يا باشا مش هتتكرر تاني والله. يلا توكلوا على الله. متشكرين يا باشا. يلا يا رضا. شكرا يا باشا، كتر خير. سلام يا اشرف بيه. سلام يا اشرف بيه. يوكتك ايه يا عاطف؟ ده انا ما ضحكتش كده بقالي كتير. والله يا ماما انا مستعد اقلب لك اراجوز، بس شوف الضحكه دي على وشك طول النهار. يخليك ليا يا حبيبي. طيب هقوم ادخل انا بقى، يا دوب اصلي عقبال ما تخلصوا اكل عشان ننام، لحسن تعبنا قوي من الصبح. اكليه وتعالي بسرعه، انا مستنياكي، مش هنام من غير ما تيجي. حاضر يا ماما. تصبحي على خير يا ماما. وانت من اهله يا حبيبي. بقول لك يا نسمه، هو ابي رضا بيجي الساعه كام؟ ملوش مواعيد وساعات بيتأخر. طب وده كلام؟ نعم. وانت مالك انت؟ مالي ازاي؟ لما يرجع كل يوم متاخر ناس تتكلم علينا. هو انت بتسأل عشان كده؟ طبعا. مش اخويا ولازم اطمن عليه وابقى عارف اخباره اول باول. لا يا حبيبي اطمن، اولا ده راجل يعمل اللي هو عايزه، ثانيا الحته كلها عارفه مواعيد شغله، ثالثا خلص اكل بقى عشان انا عايزه اقوم انام. حاضر. عارفه يا نسمه، جو العيله الدافي الجميل ده انا عشت عمري كله محروم منه. انا اول مره اصلا ابات وسط عيله، ومش هتبقى اخر مره يا حبيبي. دي نعمه كبيره جدا محدش بيقدرها خالص غير اللي راحت منه. عارفه احلى حاجه في الدنيا فكره بقى ان يبقى عندك عيله تطمن عليكي وتطمني عليها. الله يرحمك يا بابا. جرى ايه يا عاطف؟ في ايه؟ انت هتقلبها نكد؟ لا ده انت شكلك نكدي بقى. انا؟ لا خالص، ده انا حتى فرفوش وابن نكته. شوفنيش وانا قاعد مع ماما حليمه، ده انا موتها من الضحك. طب وانا يا عاطف انا؟ انتي ده انت الحب كله يا منوس. بمناسبة الحب ده انا عايزك في كلمتين. قول. مشوار عمك بتاع بكره. انسى يا عاطف. انسى ليه بس يا منوس؟ تعالي هنا. الله، كده تسقطي في اول اختبار لحبنا. احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وانا فهمتك؟ وانا سمعتك وسكت، لكن واضح ان انت اللي مش عاوزه تشوفي. اشوف ايه؟ طب انا حتى لو طوعتك وجيت معاك انا مش بتاعه شعر اساسا. اولا انا معلمك، شفت كذا مره تعملي لي زبونه وكنت هايله. ثانيا انا هبقى واقف جنبك، يعني ما تخافيش، حكايه هتعدي هوا. لا يا عاطف، طب افرض عمي شافني. يوه يا دي عمك ده بقاله سنين ما شافكيش، يعني لو شافك مش هيفتكرك، ده لو شافك اصلا. طب لو ابي رضا عرف ولا ماما؟ ويعرفوا منين؟ انا وانت هنروح كده في الخباثه نضرب المصلحه وناخد القرشين ونهبق. لا يا عاطف مش هينفع كده برضو يا منوس. امال فين بقى الحب والتضحيه وكفاحنا المشترك؟ والله الحب موجود بس ما تكمليش عشان خاطري عندك، لو ليا خاطر ما تقوليش لا.
انا متشكره قوي يا حضره الظابط. لا خلاص هما قدامي اهو. اوكي مع السلامه. انتي ما قلتيليش ليه انك متجوزه؟ ما جاتش فرصه يا مدام. وبعدين بصراحه كده يعني اصل حضرتك تقدري تقولي علينا متجوزين وفي نفس الوقت تقدري تقولي برضو اننا مش متجوزين. يعني ايه متجوزين ولا مش متجوزين؟ هو سؤال محير فعلا، حضرتك عندك حق يعني، بس يعني دي الحقيقة. أصل إحنا مكتوب كتابنا بقالنا 7 سنين بس لسه ما دخلناش. وما دخلتوش ليه؟ انت تعبان ولا حاجه؟ لا تعبان إيه؟ الله يلعن أبو الظروف اللي بتجيب الكلام للواحد. لا أنا زي الفل والله، أنا زي الفل ومية مية، بس يعني هعمل إيه؟ 7 سنين يا فندم والله قلبت الدنيا كلها عشان ألاقي حتة شقة نخش فيها. مش عارف، مفيش مسابقة ولا قرعة ولا أي حاجة من دي إلا لما اشتركت فيها ومفيش فايدة. وزي ما حضرتك شايفه احنا متجوزين بس على الورق بس، يعني شفوي. وبعدين يا ست هانم رضا معدي عليا ومسلم وجايين لي انه طالع لحضرتك، يعني لو كان عايز يعمل حاجه كده ولا كده لا مؤاخذه يعني كان هيخليني اشوفه. وانت سبته يطلع كده عادي؟ لا ما انيش عرفني ان حضرتك نمتي بس. عموما لما تعوز تشوف مراتك تشوفها بالنهار زي البني ادمين. تحت أمرك يا فندم. وكمان لازم تحدد ميعاد سابق قبليها. سيادتك لو في كارتة ندفعها على باب العمارة أنا ما عنديش مانع. ايه صباح الخير يا دكتور. قالوا لي ان حضرتك عايزني خير في حاجه. تعالى يا فرمان، عايزك. انا لسه راجع من مكتب الشؤون القانونيه دلوقتي. اول ما جيت الصبحيه رحت لهم عشان عاوز اعرف ايه اللي حصل في موضوع رضا الزفت ده. خير يا دكتور؟ رفض مش كده؟ لا، حفظوا التحقيق وهيرجع تاني الشغل. يرجع فين يا بيه؟ لا انا معايا تقرير اطلع بيه على النيابه واخربها على دماغهم. اقعد بس اقعد، مش عاوز دوشه. هو انا لسه عملت دوشه؟ يا ابني قلت لك اقعد اقعد. الله. ماشي يا باشا. الموضوع مش بالبساطه اللي انت شايفها كده في رمضان. يعني ايه يا دكتور؟ كلام المحقق ده ما عجبنيش. شكله كده كان قالب عليك بشكل غير طبيعي. طب وساعتك ما اتكلمتش معاه ليه وعرفت القصه؟ ما هو ده اللي قلقني اكتر. حاولت ان انا افهم منه بس ما رضيش يقول لي. حاسس كده ان هو شايف حاجه ومش عاوز يتكلم فيها. انت كده هتقلقني اكتر يا دكتور. شوف يا فرماوي، كل اللي طالبه منك الايام اللي جايه دي ان انت تهمت حبتين، تسكت، ما تعملش اي حاجه. فاهم ولا ما انتش فاهم؟ طب والواد اللي اسمه رضا؟ يا اخي مالكش دخل بالاسم رضا ده، ما تحتكش بيه خالص. افهم بقى. يعني ايه يا دكتور؟ يعني سيبها تعدي بالسهل كده والواد ده يبعلم عليا قدام المستشفى كلها؟ وبعدين بقى معاك في لعب العيال ده. قلت لك اهمت شويه لحد ما نعرف ايه الحكايه بالظبط، بعد كده اعمل اللي انت عايز تعمله. انما دلوقتي تعمل اللي انا بقول لك عليه بالحرف الواحد. فاهم؟ فاهم يا دكتور، فاهم. ابي رضا، ابي رضا، يا نسمة في ايه؟ يلا يا حبيبي الساعه بقت 8. يلا صباح الخير. الله يخرب بيتك يا عاطف وبيت معرفتك السودة. طب ليه كده بس يا ابيه؟ هو ايه اللي ليه كده بس يا ابيه؟ ظهري اتكسر يا نسمة من النوم على الكنبة دي وانا اصلا مش متعود عليها. معلش معلش. الله 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 الله، ده ايه النشاط والحيوية والشغل العالي ده؟ دي حاجه بسيطه يعني عشانك وعشان عاطف. عشان انا برضو؟ ما انا متلقح قدامك طول العمر، اللي ما عملتي لي كوبايه شاي واحده مره في حياتك. انا يا ابيه؟ ايوه انت. امك بتحتاج ونش عشان تشيلك من على السرير اصلا. طب وطي صوتك بقى العاطف يسمع، ولا انت عايز تبوظ سمعتي من اولها؟ ما هو مصيره يعرف يا بت، مصيره يعرف، مش دي الحقيقه؟ ولا اقول لك سيبيه يلبس، بصراحه هو يستاهل. ده يبقى يوم المنى بالنسبه لي. ده انا اجيب ربع لب سوبر وشويه سوداني واقعد بقى ازقز واتفرج عليكم وابقى ميت على نفسي من الضحك. ماشي. امال هو المحروس فين؟ بياخد دش. حبكة نظافة دلوقتي؟ يعني طلبت معاه نظافة وانا مستعجل وعايز اروح الشغل. معلش بقى يا بيه، هو بياخد دش بايد واحده انت عارف، عشان ايده التانيه يعني. عارف ايده التانية اتنيل فداني بيها. بقول لك ايه يا نسمة؟ ايه؟ مش عايزاني اخش اليفه بالمرة؟ لا لا بجد والله، اقعد على ظهره كده واظبطهولك يعني. لا يا حبيبي ربنا يخليك.
انت اغسل وشك بس واقعد افطر وهو هيخرج على طول. ماشي حاضر. حول ولا قوة الا بالله. يا ريت. صباح الفل يا حليمة. صباح الخير يا حبيبي. خد دول والنبي واديهم لاخوك عاطف. اخويا عاطف؟ هو وصل لمرحلة اخويا كمان؟ ماشي يا حليمة. ايه ده يا حليمة؟ ايه يا واد دي بيجام؟ لا سيبك من البيجامه، يعني انا مش بتكلم في البيجامه لان انا عارف ان عاطف هيورث كل بيجاماتي، دي حاجه ما فيش فيها مشكله. انا بتكلم على اللي جنب البيجامه. ايه ده؟ ده غيار. طب وده ينفع يا حليمه؟ ده الغيار بالنسبه للواحد بيبقى عامل زي صاحبه الانتيم، بيبقى في بينهم عشره، يعني ما ينفعش يضحي بيه بسهوله كده. ما تخافش يا اخويا، دول مش بتوعك، دول بتوع فهم. خد. نهار اسود ومنيل، حتى فهمي ما سلمش منه. ماشي يا استاذ عاطف. ايوه يا ابي رضا. في غيارات لحضرتك. طيب ثانيه واحده. يا ابني هو انت ضرير يا ابني؟ اهو اتفضل امسك. طيب قول لي ماما حليمه بقى معلش تخلي ميه عشان الميه اللي عندك خلصت. لا مش هينفع يا عاطف، خلص اللي عندك وانجز، احنا الميه قطعت عندنا خلاص، انجز عشان ورايا شغل ومستعجل. طيب حاضر يا بيه. صباح الخير يا بيه. صباح الفل يا فهمي، اقعد افطر. حاضر يا حبيبي. بسم الله. خبي غياراتك عشان امك بتاخد منهم وتدي لعاطف. ما تخافش، انا شفتها وخبيت بقى في حته امان. جدع. بقول لك يا بيه، انا كنت عايزك يعني في موضوع كده. طب بص، لو بتتكلم في فلوس انا متكحرت تماما. لا المره دي مش فلوس خالص والله، ما تقلقش، ده موضوع تاني خالص كنت كلمتك فيه، بس واضح يعني ان حضرتك نسيته. طب فكرني يا فهمي. مش حضرتك وعدتني انك هتقابل امنيه؟ امنيه مين؟ زميلتي اللي في الكليه. امنيه؟ ايوه. طب من عينيا حاضر، بس بلاش اليومين دول. مش هينفع والله، يعني انت مش فاهم الموضوع ده بالنسبه لي مهم ازاي عشان خاطري. يعني هنأجله اسبوع مثلا ولا حاجه؟ طيب ماشي، باذن حضرتك. اقعد يا عم الحساس. بعد اذن حضرتك كنت رايح قايم عامل كده، هخلص فطار والبس واروح معاك الكليه. ايوه بقى، ربنا يخليك ليا يا احلى ابي في وزاره الصحه بحالها. ادعي انت بس الاستاذ عاطف يطلع من الحمام قبل الترم ما يخلص. صباح الخير. يا مش دي بجامتك؟ سعاد الشغاله الجديده. خلاص بقى مجدي، ده ما كانش قميص. ما خلاص بقى ياض، يخرب بيت زنك، كرهتني في الطفوله. بقول لك ايه، روح انت وانا لما اخلصه ابقى اطلعهولك. لا يا عم ابي عاطف قال لي ما تمشيش غير معاك القميص. طب اقعد بقى ترزق هنا، ما اسمعش صوتك لحد ما اخلصه. ما تقعد ياض، يخرب بيت رزق، ده انت عيل سامج قوي. ايه ده؟ امال فين الفيسبوك؟ لا تعال. فيسبا بقى اعتبرها ماتت كلينيكيا، بعتها عند الواد صاصه يظبط فيها شويه حاجات. ايه ده؟ انت بتعمل ايه هنا يا فريق؟ استنى القميص بتاع ابي عاطف. ابي عاطف؟ هو انت عملته ابي كمان؟ انا مالي، امك هي اللي قالت لي اقول له كده. امك؟ ايه امك دي؟ ما تتكلم عدل ياض. وبعدين يلا اطلع، خد شنطتك وروح على المدرسه، بلا قميص بلا نيله، يلا. يوه، مره يطلع مره ينزل، انا زهقت. ولا ايه ده؟ شايف الواد بيكلمني ازاي يا فهمي؟ حتى الواد الصغير ما فلتش من تحت ايد عاطف. لا عاطف ده انا متوقع المره الجايه هنلاقيه بيبيع عيش مكان الراجل الغلبان اللي هناك ده. معلش يا بيه، كل يقول عشان خاطر اختك نسمة. ايوه بس ده بقى بيقعد في البيت اكتر مني انا وانت يا فهمي. دكتور رضا صباحك نادي يا دكتور رضا. صباح الفل يا عيسوي. ربنا يكبر بخاطرك يا كبير المنطقه. ماشي، عشان الدعوه الحلوه دي بس. ايه بتعمل ايه؟ على الطلاق واخد منك ولا مليم. امال انت عايز ايه يا عيسوي؟ عاوز كريم شعر ادهن بيه راسي، اصل شعري بيقع. شفت يا فهمي؟ عمرك في حياتك شفت شحات بيشحت كريم شعر؟ ما هو ده التجديد يا بيه، مش بعيد كام شهر ويجي يقول لك جدد لي الباقه. ايه ده؟ انت بتتريق عليا؟ ده انا في شده، شوف شعر راسي بيقع اهو. ما يقع ولا يتنيل، هو انت بتشحت في الفور سيزون يا عيسوي؟ يلا يا عيسوي اجري على اكل عيشك، يلا يا فهمي. السلام عليكم. هلو ميسيو عاطف، الهير موزامبيلو بتاع مدام شروت هي موجوده؟ ايوه موجوده، انت فضل ثانيه واحده. انت خلي خبر. بتقول ايه الولاد يا عاطف؟ بتقول ثانيه واحده هدي الهانم خبر. سخيبه ما تفهميش في اللغات. الله 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 الله،
ايه يا بنتي يا منوسه ده عم كده طلع حكايه باين عليه. دي النجفه الواحده من دول ممكن تجوزنا انا وانتي وتجوز ابي رضا وصابرين وتجوز ماما حليمه كمان لو هفاها الشوق. الله الغني يا عاطف، ربنا ما يحوجنا لحد ابدا. وبعدين معاك يا فرحات، انت عمرك ما هتتعلم ابدا؟ هتفضل طول عمرك كده؟ طب اعمل ايه يا باشا؟ عصبيه وبتتنرفز ومش عايزه تاكل وبتخبط رجلها في الارض. الفرسه لما بتوصل للسن ده بتبقى عايزه تتعشر، عشان كده احنا لازم نجيب لها فرس عشان يتجوزها. انا مش قايل لك الكلام ده من اسبوع؟ لا معلش يا باشا، شوف اي حد غير يعمل كده، انا كده هيبقى شكل وحش لا مؤاخذه. هي جت على الخيل يا فرحات. ربنا يسامحك يا باشا. اسمع يا فرحات، انت تبعت لهم فلان شايف الروقان؟ يجيبوا الفرس، عايزين نجوزوا الفرس عشان نفسيتها. خليه يجي ويقيم اقامه كامله هنا، ماشي؟ ماشي. انتوا مين؟ انا ميسي وعاطف. مين؟ الكوافير بتاع شروت هانم. يا فهمي، رجعتني لاحلى ايام وذكريات عمري. هو انت من ساعتها ما دخلتش الكليه يا بيه؟ ولا مره. ما كنتش عايز اي حاجه تخليني اتراجع عن القرار اللي انا خدته. ابوك الله يرحمه لما توفى سابكوا امانه في رقبتي، وكان لازم اختار، يا اما انتوا يا اما احقق حلمي. وطبعا الاختيار كان محسوب، ومن ساعتها وانا رجليا دي ما عتبتش ناحيه الكليه. عمري ما هنسى اللي انت عملته عشان خاطرنا يا بيه. هتفضل طول عمرك اخويا وابويا اللي محدش اعرفه. لا هتعرفه ما تقلقش، هتلاقيه هينط لك في حلم ولا اتنين قريب ولا حاجه، بس هو مشغول معايا انا اليومين دول. ربنا يستر بس والمجيه دي تكون بفايده وما الاقيش عفريته داخله علينا دلوقتي. عيب عليك يا ابي، انت تعرف انا اخوك كده. هنشوف يا اخويا. حاجات هناك اهي. أمنية. بسم الله ما شاء الله، البت زي القمر، طلعت اخويا بجد. بس هي عندها مشاكل في النظر ولا حاجه؟ يعني بصيت لك ليه؟ انا ما اعرفش. ابي ابوس ايدك، بلاش تشرد لي دلوقتي خالص. لا انا هسيح لك. بقول لك ازيك يا أمنية؟ صباح الفل. اخبارك ايه؟ ابي رضا؟ أمنية يا ابي. الو. ازيك عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. اتفضل اتفضل. مبسوطه اني اتعرفت عليك. فهمي على طول بيكلمني عنك. لا ما هو فهمي رغاي فظيع انا عارف. بيموت في الهزار. ايه؟ اللي ايه يعني، هي مش عارفه يعني ولا ايه؟ طب بذمتك فهمي مش رغاي؟ بصراحه شفت انا ما بجيبش حاجه من عندي. بجد والله. اهو بقى اللي حكى لك عني كل حاجه ده ما قاليش عنك كلمتين على بعض. كل ما اساله عليكي وشه يحمر ويتكسف. معقوله؟ فهمي بيتكسف؟ جدا، لدرجه ان انا ما اعرفش ان انت زي القمر غير دلوقتي لما انا شفتك. ايه ده، احنا هنعاكس ولا ايه؟ ما تخلي عندك دم يا اخي وتقوم تجيب لنا حاجه نشربها بقى. طيب حاضر. قولي لي بقى يا أمنية، انت عندك اخوات؟ لا انا وحيده بابايا ومامتي والاثنين دكاتره وساكنه في تجمع. ما شاء الله العيله كلها دكاتره. بابا تخصصه ايه؟ جراح قلب. وعيادته فين؟ مهندسين. انا تقريبا اعرف كل الجراحين اللي في المهندسين. قولي لي هو اسمه ايه؟ مراد حلمي. مراد حلمي؟ حضرتك سمعت عنه؟ طبعا سمعت عنه، اعرفه كويس يعني. هو طب انا استاذن، عندي مشوار مهم لازم اعمله. فرصه سعيده جدا. انا اسفه. بعد اذنك. برضا. ايه؟ في حاجه حصلت ولا ايه؟ لا يا حبيبي مفيش اي حاجه حصلت، انا بس افتكرت مشوار لازم اعمله يعني. طب اجي اوصلك؟ لا خليك انت مع أمنية، انا عارف السكه كويس. يلا سلام. ما لقيتش غير بنت الدكتور مراد. ليه كده يا فهمي بس؟ يا حبيبتي ما تشغليش دماغك انت، انا عايزاكي تكوني ريلاكس. مامي الفرح قرب ومفيش اي حاجه حصلت. مفارش ترابيزات، الكاندلز، الستيج، الليزر سيستم. انا مش فاهمه هو انكل فاضل بيعمل ايه؟ هيجوا بكره يا حبيبتي، انا كلمته وقال انه جايين من سويسرا. طب واتفقتوا مع عمرو دياب بقى ولا لسه؟ فرحات خلص كل حاجه وجاي يطمني. تمام. اي هتبوظيلي شعري، ما تركزي شويه، مش كفايه مستحمله ريحتك دي من الصبح. انا اسفه هنا. اسفه ايه؟ جايبين لي حماره تعمل لي شعري؟ مامي هو محمد بيجرب فينا ولا ايه؟ انت يا بنت ما تشوفي شغلك كويس. انا والله ما عملت لها حاجه يا مدام. يا سلام، يعني هي بتتبلى عليكي ولا ايه؟ معلش يا هانم احنا اسفين، حصل خير. لا بقى ما حصلش خير، وانا هكلم محمد عشان يرفدها. شبه يجيب الاشكال دي منين؟ معلش يا مدام شروت، نسمه دي بنت كويسه وبنت ناس. بنت ناس؟
دي لو بنت ناس اهلها يسيبوها كده؟ انت بتدافع عنها يا عاطف ولا ايه؟ على فكره بقى يا مدام شروت، نسمه تبقى عاطف خلاص انا همشي. تمشي فين؟ استني عندك. نسمه تبقى بنت اخو الباشا. باشا مين؟ فاضل باشا جوز حضرتك. بنت اخو فاضل؟ ايوه يا هانم. انت جايه تعملي ايه هنا ان شاء الله؟ احنا جايين عشان نسترزق وناكل عيش. اسكت انت خالص. اسمعي يا بنت انتي، انا عارفه الحركات دي كويس قوي. انت جايه هنا تتسحبي وتتنحنحي عشان تشوفي بدل وتعيطي له. انا والله العظيم ما كنت عايزه اجي هنا اصلا. انا مش قلت لك ما جيش؟ اسمعي يا ولد انت تاخد البنت دي وتغوره من هنا حالا، وحسك عينك فاضل باشا يشوفكم. وانتي قسما عظما لو شفت وشك في اي حته هوديكي في 60 داهيه واخلي البوليس كمان ياخدك. بره بره انت وهي بره. عرفت يا سيدي نتيجة التحقيق. يعني انت طالب تقابلني عشان تبلغني بيها؟ لا يا فندم، انا طالب اقابل حضرتك عشان اقول لك الحقيقه. وايه هي بقى الحقيقه؟ الحقيقه يا فندم ان كل الكلام اللي حضرتك سمعته عني غلط. يا فندم انا كنت طالب في كليه الطب، ولولا وفاه والدي كان زماني دكتور معاكم. لكن الظروف بقى هي اللي خلتني اتحمل المسؤوليه بدري عشان اقدر اربي اخواتي واخليهم زي ما ابويا كان بيحلم. الحمد لله ربنا ميسرها لي، لان عمري ما عملت حاجه غلط ولا بهلب زي اللي بيهلبوا. والدكتور شريف اللي كان مدير قبل حضرتك عارف الكلام ده كويس، ولو كانت الظروف الصحيه تسمح انا كنت خليته قال لحضرتك الكلام ده بنفسه. قول لي يا رضا، انت عارف هم مسكوا المستشفى دي ليه؟ لا يا فندم الحقيقه ما اعرفش. انا اقول لك، هم مسكوا المستشفى دي مش عشان انا دكتور شاطر، لان في دكاتره كتير قوي شاطرين. انا مسكوا المستشفى دي عشان خبرتي في الاداره، لان مسكت كذا مستشفى قبل كده وخليتهم في فتره وجيزه جدا من افضل المستشفيات في مصر. عاوز تعرف ايه السبب؟ ايه يا فندم؟ اني ما باكلش من الكلام. اسهل حاجه في الدنيا الكلام، ان الواحد يقدر يرسم لنفسه الصوره اللي هو عايزها طالما المساله كلام في كلام. ايوه يا فندم، بس الحقيقه ما تتعبش نفسك معايا، انا اقدر اعرف الحقيقه كويس قوي. انا مش هاخد بنتيجه التحقيق، هفضل حاطك تحت الميكروسكوب لحد ما اتاكد بنفسي من العكس. اتفضل روح شوف شغلك. دي ست مفتريه وبتتبلى علينا يا ميشو. بس مش ميشو، اسمي مستر محمد. بعدين انت تخلص خالص، انت السبب في الموقف الزباله اللي كلنا فيه دلوقتي. والله العظيم يا مستر انا رحت. انا عايز اعرف انت ايه اللي وداكي هناك من اصله. انت مش قلت انا مش رايحه وعندي ظروف؟ انا اضطريت ان انا اروح لما عاطف اتكسر. ده مش عذر. عاطف اتنين اتكسر تبلغوني وانا اتصرف، انما تتصرفوا من دماغكم بالشكل ده يبقى تهريج. وبعدين من امتى وانت ليكي في الشعر؟ رايحين تجربوا في عالم زبونه عندي؟ الحكايه بسيطه وليس، ما تعملهاش يوم. لا يا عاطف، الحكايه مش بسيطه، دي غلطه وغلطه كبيره. يلا يلا يا نسمه، مش عايز اشوف وشك تاني. يلا نسمة بس كده يبقى ظلم وحرام يا ميشو. برضه ميشو؟ طب لو اتكلمت تاني هتحصلها انت كمان، فاهم ولا لا؟ نسمة انت هنا بتعملي ايه؟ ابدا يا مدام، انا كنت بطمن على حضرتك. طمني عليا يا حراميه. حراميه؟ حراميه ايه يا مدام؟ والله ما مديت ايدي على حاجه. هتتفضلي فتشيني. اخرسي خالص وخليكي عندك ما تتحركيش لهمواتك. عويس الحقني يا عويس، اطلع لي حالا. يا بنت انطقي في ايه؟ مفيش يا ماما، شوية مشاكل في الشغل. مشاكل ايه يعني؟ مستر محمد مشاني من المحل. ليه يا نسمة؟ عملتي ايه عشان يمشيكي؟ ما تتكلم يا عاطف. بصراحه يا ماما. عاطف وبعدين؟ مشكله كده حصلت مع زبونه. لا شكلكم كده مخبيين عليا حاجه.
طب تعدموني لو ما قلتوا فيه ايه؟ لا انا اعدمك ده ايه؟ الف بعد الشر عليك، لان الفردتين اللي عندي طاروا. انا هقولها على كل حاجه يا نسمه. عاطف اقسم بالله لو اتكلمت بهعرفك تاني. سيبك منها يا عاطف. قول لي يا حبيبي في ايه؟ حصل ايه؟ احنا رحنا عند مرات عمها النهارده. رحتوا عند مرات عمها؟ وايه اللي وداكوا؟ كانت طلبانه في شغل. كده يا نسمه؟ اخصى عليكي، تروحي للوليه بنت القرعه دي حد بيتها؟ ده اطول شعرها عندها قد كده ومركبه كله شواتير شواتير شواتير. انا مش في شعرها دلوقتي. ايه يا بنت اللي وداكي هناك؟ انا قلت لك يا عاطف اني مش عايزه اروح. ده اكل عيشنا شغلانه يا نسمه، رايحين نشحت. وعملت معاكوا ايه يا عاطف؟ قول لي يا حبيبي. عملت فينا اللي ما يعمل يا ماما. طب ما رحتيش المخفى عمك ليه يا بنت وقلتي له؟ عمي ايه يا ماما؟ عمي شافني وما عرفنيش اصلا. طول عمره واطي. اسمعي انت وهو، اوعوا تجيبوا سيره رضا انكم رحتوا هناك، احسن ده يهد الدنيا. خليه يا حبه قلبي في اللي هو فيه، وانا هتصرف. انا؟ ده انا بعتبرها زي امي، ده انا قاعده تحت رجلها ليل نهار وسهرانه على خدمتها. بقت سرقني انا؟ طب ما انا لو عايزه اسرقها ما كنت خدت الخاتم الالماظ اللي كان ضايع منها. ده انا قلبت لها البيت فوقيه وتحتيه لحد ما جبته واديته لها في ايديها، وشكرتني قالت لي تسلمي يا سعديه وتسلم ايديكي. حصل ولا ما حصلش يا مدام؟ حصل. شفت؟ وقعدت تبوسني وتحضني وتقول لي انت زي بنتي واكتر. حصل ولا ما حصلش يا مدام؟ حصل. دي بتنطور حاجتها ودهبها في كل ناحيه يا عم عويس، وانا بفضل اقعد الم وراها واحط لها دهبها في الشكمجيه كل مره. وانت ايه بس اللي دخلك عليها الاوضه وهي نايمه؟ انا بدخل عليها كل يوم اطمن، اشوفها لو عايزه تتغطى ولا لو في هدوم مكركبه الاوضه علقها مكانها عشان ما تصحاش تلاقي الاوضه مكركبه وتتضايق. النهارده بقى بالذات وانا معديه من جنب الاوضه سمعتها بتنازع، خفت عليها قلت اما ادخل اطمن لا يكون فيها حاجه، لقيتها بتحلم تقوم تصحى من النوم تطلعي حراميه. حراميه يا ناس، حراميه؟ ليه الظلم بس ليه؟ ده حتى حرام والله. خلاص يا سعديه ما تزعليش. لا معلش خلاص يا مدام، شيل ده من ده ارتاح ده عندك، ولا هتصل برضا دلوقتي يجي ياخدني، انا مش مكمله شغل مع حضرتك. ما خلاص عادي يا سعديه امال، ما انا ما اعتذرت لك، يعني بتحبك وبتعتبرك زي بنتها. يلا خش نامي والصباح رباح. يلا. بقول لك يا استهانه، البت دي غلبانه وما بتعملش حاجه غلط، وبصراحه انا ما صدقت لقيتها، يعني لو مشيت مش هعرف اجيب لك غيرها. اها. في ايه يا ماما مالك؟ شكلك مش عاجبني، انت متضايقه من حاجه؟ لا مفيش، اصل اختك سابت الشغل. وبعدين يا ماما احنا قلنا ايه؟ انا معرفش اخبي حاجه عن رضا، صاحب المحل زعق معاها ومشاها. طب وايه يعني؟ ولا يهمك، انا اصلا قايل لنسمه اوعي تخلي حد يضايقك وتسكتي له. اي حد يزعلك تلم حاجتك وتروحي على البيت على طول. كرامتها اهم حاجه يا حليمه، لا حد بياكلنا ولا حد بيشربنا. ربنا يجازي بقى اللي كان السبب. وانت يا سبع البرومبا ما عملتش حاجه للراجل اللي زعق لنسمه ده؟ انا ما نمتش طول الليل يا ابي رضا. ايوه يعني ما عملتش حاجه. انا لا يمكن ادخل المحل الا ونسمه في ايدي، يا اما احنا اتنين نشتغل يا اما هنسيبها تضرب تقلب وتولع بقى زي ما هي. انا دلوقتي راجل كوافير قديم وليا اسمي، الزمان بييجوا يسالوا عليا بالاسم، بيقولوا عاوزينك يا ميسي وعاطف. كل يا عاطف وانت ساكت وبلاش الحمقى الكدابه دي. انا لا يمكن اسكت يا ماما، لازم صاحب المحل يعرف ان الموضوع مش مشكله زبونه، دي مشكله قديمه. مشكله قديمه؟ مشكله قديمه يعني ايه؟ بس بقى يا عاطف، ما تشغلش بالك يا حبيبي، دي حوارات بتاعتهم في الشغل. بس انت عارف عاطف اصله غاوي رغي. لا هو من ناحيه غاوي رغي فهو غاوي رغي، بصراحه انا مش رايق له. يلا اهم حاجه بس انت قولي لنسمه ما تزعلش نفسها. رايح فين يا حبيبي؟ طب كمل اكل. لا يا دوبك بقى الحق المستشفى لحسن العيون كلها بقت عليا اليومين دول. ربنا معاك يا حبيبي.
انت ما تعرفش تسكت ابدا. انا برضو. صباح الخير يا سعدية. صباح الخير يا هانم. حضرتك صحيتي بدري يعني النهارده. على العموم الفطار جاهز وناقص بس السلطه، لحظه وتبقى على السفره. طب قبل الفطار عايزاكي تنزلي تجيبي لي الدواء ده. طب ما نتصل برضا لما يروح الصيدليه يبعته لنا. ما ينفعش، انا لازم اخد منه حبايه بعد الفطار على طول، ولقيت العلبه خلصانه. طيب حاضر عينيا. صباح الخير يا ناديه. كفاره يا رضا. ايه كفاره دي؟ وانا خارج من السجن. الله، مش راجع من التحقيق؟ ايوه راجع من التحقيق، مش راجع من ابو زعبل. والله يا رضا كلنا كنا زعلانين علشانك. هنمثل بقى. هو ايه اللي كلنا كنا زعلانين عشانه؟ اللي ما في حد وقف جنبي وشهد شهاده الحق بتاعت ربنا. انا عن نفسي ما كنتش موجوده، ما كانش ينفع اشهد. هي جت عليك يا ناديه. يعني اللي كانوا موجودين عملوا ايه؟ معلش يا رضا ما تزعلش من الناس، احنا مش قد فرماوي. انا بقى قده. ولو كلكم خفتوا انا مش هخاف. انت هتعمل ايه وانت بطوله؟ انت فاكر ان فرماوي لوحده؟ ده وراه ناس كبار ومبسوطين من اللي بيعمله، ده غير انه مشغل معاه ناس كتير قوي في المستشفى. استنفع من وراه. هتقف قصاد مين ولا مين يا رضا؟ هقف قصاد الكل يا ناديه، هقف قصاد الكل. الخوف عمره ما كان حل. الخوف هو اللي بيخلي فرماوي واللي زيه يكبر ويزيد. ولعلمك بقى